السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فطيرة جميلة يا جماعة، فطيرة من عجينة واحدة هنعمل بيها شكلين وطعمهم أجمل من بعض وأحسن من بعض. يعني انتوا شايفين يعني ممكن تقدميها نص ونص كده. بجد تحفة وجميلة، وكلها مقادير بتتحط كده كلها على بعضها وبتديك الكمية الكبيرة دي. تعالوا نشوف طريقتنا. أنا عندي كوبايتين ونص دقيق من نفس الكوباية دي اللي هي موجودة في كل بيت عندنا. عندي معلقة خميرة فورية، معلقة كبيرة طبعا، معلقة خميرة. بعد كده أنا عندي معلقة سكر، طبعا السكر احنا عارفين عشان بيساعد على تفاعل اللي هي الخميرة. وبعد كده أنا عندي نص معلقة كبيرة توم باودر. وهنا أنا بقول لكم ده التوم الباودر بيدي بقى النكهة، علشان احنا الفطيرة بتاعتنا اللي هي بالثوم. ما تستغربوش، بس والله جربوها مش هتندموا أبدا. رشة ملح بقى، وعندي حوالي معلقتين زبدة سايحة. مهم الزبدة يا جماعة، ما ينفعش زيت عشان هتنشفها. احنا عايزين كل المقادير بتاعتنا تبقى تطري الفطيرة بتاعتنا. هقلبهم كده كويس مع كوباية حليب احنا هنعجن بيها. ممكن ما ناخدش كوباية الحليب كلها، يعني هنحط بقى شوية ايه، حليب شوية بشوية كده، وهنعجن شوية بشوية وهنعجن. خدتيها كلها. طب افرضي عندي في نوع عجين، نوع دقيق بياخد سوائل كتير، زودتي معلقتين ثلاثة لغاية ربع كوباية مفيش مشكلة. المهم يبقى العجينة بتاعتك بالشكل اللي انت شايفاه ده، طرية ما بتلزقش. اهم حاجة تكون طرية مش ناشفة خالص. سيبيها بقى تخمر في مكان دافي. وبعد كده ما خمرت اهيت ما شاء الله، ما تاخدش احنا في عصر السرعة زي ما انتوا عارفين يعني. هنبدأ نفردها وهنقسمها الأول نصين. هنبدأ نفرد ديت. أنا هفردها على شكل مستطيل شوية، تمام. انت ممكن تفردها على شكل مدور، ما فيش مشكلة يعني. أنا عندي الصاج في ورقة زبدة. ما فيش ورقة زبدة يبقى ادهني الصاج، مش هتقفي على أي حاجة. تمام. هنعمل الفطيرة بتاعتنا برضو. أنا مسرعة الفيديو علشان يعني احنا كلنا يعني بنعرف نفرد اللي هي العجائن بتاعتنا، مفيش مشكلة. الحشو بقى يا حبايبي، عندي 7 فصوص توم كبار مبشورين. عندي حوالي 3 معالق أو 3 مكعبات زبدة بحرارة المطبخ طبعا. وعندي كمان آه، يعني معلقة جبنة كيري سادة، أو جبنة كريمي، او جبنه اللي هي بتاعت اللي هي الكوبايات اللي هي الكريميه ديت. يعني اي حاجه موجوده عندك اللي هي الجبنه، المهم بس تكون كريميه. اي نوع بقى عندك مفيش مشكله خالص. بتدي طعم كده ولذاذه للي هي للفطاير يا جماعه، والله تحفه. يعني جربوها والله ما هتندموا خالص. هبدأ بقى اخد انا كده من الحشو، وهعمل هدهن بيها الفطيرة دي. الفطيرة الاولانية ديت انا حطيت عليها الحشو بتاعه، وبعد كده جبنة موتزاريلا، لانه خليكي يعني كتري شوية جبنة موتزاريلا. تمام. دي الفطيرة الاولانية. تعالوا بقى نشوف الفطيرة التانية احنا برضه هنعملها ازاي. برضه انا حطيت عليها اللي هي الحشو بتاع اللي هو الثوم والجبنة والزبدة، وبعد كده حطيت ده حوالي معلقتين ل3 بقدونس. تمام. وبعد كده برضو جبنه موتزاريلا. الجبنه موتزاريلا دي مهمه برضو في الوصفات بتاعتنا. حطيناها بقى في الفرن، طلعت بالشكل ده. الفرن طبعا هتاخد على حراره 200، هتاخد حوالي ربع ساعه عشان تطلع لنا طريه. مش يعني ايه، الفرن لازم يكون حامي جدا. وتطلع بالروعه ده الفطيرتين بالشكل الروعه والجمال. طعمهم خطير جدا، طعم الثوم بقى والبقدونس، الجبنه موتزاريلا حاجه فاخر من الاخر، جميله جدا في الفطار والعشاء. اتمنى ان الفيديو يرضاكم وتنفذوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو جديد.